مرحبا بكم خوتي المغاربه في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نهضروا فيه على واحد الموضوع اللي ولا كيهضر عليه بزاف ديال الناس. صراحه اعلامتوز هاد الايام باين ما عجبوش الحقيقه وما تقبلوش ان منتخب المغرب ولا كيمشي بثقه وقدام وكيقدم مستويات ما بقاتش كتخلي مجال للمقارنه. زاد عليها ان بعض المحللين التوانسه بداو كيتهكموا على مشجعه مغربيه غير حيت قالت كلمه حق في حق منتخب بلادها. وهنا السؤال، علاش اي حاجه كتجي من المغرب كتحرك هذه الحساسيه غير المبرره؟ اليوم غادي نوضحوا لكم الصوره كامله وغادي نشوفوا علاش هذه الهجمات كثرت، واش من الغيره ولا من الخوف من التفوق المغربي. بقاو معايا الامور غادي تبان واضحه. تشوف الروح اللي يلعبوا بها. تو شفت المنتخب المصري ثم روح، لا تحسهم دي توريست جايين تحسهم يلعبوا هم باش يلعبوا. يلعبوا. الحقيقه انا شفتهم معناها وعاشرتهم ناس قاعده تطور في روحها. عندي تصريح باش نسمعه للدكتور نحب يعقب عليه. هي مشجعه مغربيه الحقيقه في قناه الكاس. تفضلك مع السعوديه ونسمعوا التصريح دكتور وبعد عندك انت تعقيب. تفضل. السعودي يقول هاتوا المغربي. اي مغربي يحكوا عنه الفرقه الاولى ولا الثانيه؟ لانه هذه اللي معاكم بس الثالثه. يعني عادي احنا مشغولين حاليا كاس افريقيا وكاس العالم. كاس العرب مش من يعني توقعات المغرب انه يشارك فيه، بس لل 48 لاعب عندنا في الحين في المعسكر تبع كاس افريقيا، والباقي من اللاعبين هم اللي اجوا كاس العالم. عادي اذا فزتوا مبروك عليكم الربح، بس المغرب اللي انتم تدورونه كعبوا عالي. توقعاتك طيب؟ والله يمكن اقول تعادل او ربح. والمغرب تربح السعوديه، هذا تصريح قبل المقابله. السعوديه هبطت بالبرناكه، السعوديه هبطت بالبرناكه والمغرب اوبليجي باش تربح وضيعت بنالتي وضيعت ما همش دون لا ميم سيتوياسيون. معناها يفو با كونفوندر، لازم نعطيو معلومه نعطيو التعالي تاع العاده معناها فهمني نتاع الدومي فينال تاع كاس العالم. لكن في عندهم الحق. لكن في عندهمش حق. لا انت جاي المنتخب المغربي جبت بالاول بالثاني بالواحد عامل كاريداس كوب دي موند. يا ولدي لا فيه اون بار. بنقول لك سامحني بار دو فيريتي. كاريداس كوب دي موند. وش عملت في الكوب دافريك اللي فات؟ خرج من وقتاش؟ ويتيام من الويتيام. هاي شاب هاك بالكيب بريمير ولا هاك واحد من الويتيام هاك بالفريق الاول. حتى في الكاليفيكاسيون فما وشكون قال المغرب كان جات بالفريق الاول؟ راهي عملت بيرفورمانس كبيره. ماشي شوف هذيا. لا احنا بالفريق الثالث. انت ديجا قاعد نقص من قيمه تصريح من قيمه ما عجبكمش تصريح نتاعها. شو انت جاي تشارك في مشكله مساله حتشيهو. قال شكون باش يربح السعوديه ولا المغرب؟ قال ما قالش يربح السعوديه. قال لها فما اغنيه نتاع المغرب حكي فما موضوع حصيل. استفز الحقيقه فيه استفزاز. الحقيقه ما سمعتش شو توقعك للنتيجه؟ قاتلوا المنتخب الاول ولا الثاني؟ احنا جينا بالثالث. تيتي اللاعب تاعك يسمعك معناها انا لاعب مستوى ثالث حتى بار اي هو اللي مشى المنتخب المغربي. ما ثماش منتخب مغربي مشى يا ودي. ثماش منتخب مغربي مش مستوى ملاعبيه. نحكي عن يا ودي انا نعرف نحكي عن الملاعبيه. اي منتخب مغربي كوب افريقيا. باهي شكون هز كوبارا اللي فات؟ منتخب الجزائر. قالوا جينا بالمنتخب الثاني وهزيناش. فرق نحكي لك المغرب هذه المغرب تلعب كوب افريقيا. ايش عندنا فيها؟ انت اختارت باش تعمل جزء منتخبات 48 ملاعب قاعدين في ستاج حضروا كوب افريقيا. واش تقول فيها؟ يهديك عذر هذوما اعذار راهو. مش هذا البنيه ما تعرفش لورجو جات حابه تعمل البوز قالت 3 كلمات معناها باش نفسروها معناها طفله حابه تعمل البوز بالك شي لورجو ما تعرفوش. استفزها. هي استفزت. هي استفزت. قالت راهو عندنا 48 ولا 50. هي تعبر على وجهه نظر بتاع برشا عباد من متابعي الكره في الجزائر وفي المغرب وسي. اما سيرتو في المغرب لانه الجزائريه عاتين في قلوبهم. والجزائريه قلت لكم راهو برشا مرات فيزافي من السيليكسيون لي الجيريان يتحولوا معناها حتى كانوا جايين بفريق مش ثاني ما فريق ينشطوا في البطولات العربيه خلينا نقولوا. تحس اللي لونجاجمون نتاع لاعبي المنتخب الجزائري وتحس اللي الروح تاع المنتخب الجزائري وكل لونفي اللي يلعبوا بها تحسها فهمتي سي دو باريو ميم مع المنتخب الاول حسام فهمتني. سي توجور كوم سا. انا ما نحبش الاعذار. شو راهم من سنه تو تغشوا على كريم. برشا ميساجات جاتني قال لك شنو نساي ما فهموش كوره. لا قال هي ما قالش نساي ما تحبش تلعب كوره. كريم كنت يعرفها ما تعرفوش كوره. يعرفها كريم. هي ما حكيتش كوره حكيت حكايه اخرى معناها جيست باش ناكد كلام باش نخدموا فلاش نيوز كلمتين معناها جيست باش نقول حاجه معناها 8 ايكيبات اللي ترشحوا تعداو. الايكيبات اللي عندهم اكثر روح وعزيمه وجرينتا هما اللي تعداو واللي دخلوا اكثر كونسونتري وموتيفي هما كيما جبت حسام صاروا دخلوا يفدلكوا يا اخي. ملك في الميسيون هذيا
علاش قال لك نلعبوا ديما تحت الضغط نعملوا طرح كبير؟ وعلاش ما نستفادوش من مقابلات وديه؟ حكينا الموضوع لانه لعبنا مقابلات وديه ضد الاردن كما حكينا مع حسام. حسب رايي معناها المتواضع ضد الاردن هي الماتش اللي كنا لازمنا نلعبوا فيه بالفريق اللي ماشي كاس العرب، مش نجيو كونتر الاردن ونحطوا لي تيتولير بارونتير اللي جايين من الاوروب. شو باش يزيدني الماتش؟ وقتها نحتكوا بهم ونعرفوا الديفيرينسا ما بينات الفريق اللي ماشي كاس العرب والفريق العربي عرب اسيا اللي باش نقابلوه. صحيح ولا غلط؟ ولا اللي يشبه لنا هذه جون ما استفدناش منه الموضوع. ما استفدناش علاش؟ يقول لك علاش ما نهزوش محليين بالبطوله ونقعدوا 10 ايام نرنيو فيهم ونهزوهم؟ لا، على خاطر الاوبجيكتيف نتاع الجامعه كان شنو؟ كان يحب يمشي يهزوا البطوله ويمشي يظفر بالملايين، فهمني؟ وبالتالي باش يظفر بالبرايز ماني بتاع 7 مليون ولا 4 مليون و5 مليون باش يعمل فينال، باش يعمل فينال في تقديره هو وفي نظرنا احنا لا بلوبار ما يصيرش ب 10 و15 لاعب دو شان اللي هما في المنتخب من المحلي من البطوله المحليه. السؤال الثاني علاش نلعبوا بكدا تحت الضغط؟ سهل برشا، خاطر تحت الضغط الموتيفاسيون تجي انترنسيك، خاطر تحت الضغط نحبوا نعديو مباراه باهيه باش نبرزوا، خاطر تحت الضغط جينيرالمون نلعبوا كونتر جمعيات خير منا، فهمني ولا؟ مطالبين بالاداء واحنا مطالبين باش نعديو اداء بطولي ورجولي ونعطيو اكثر من 100%. خاطر تحت الضغط نسكروا ونلعبوا الكونتر، هذه حاجه كولون ميتريز دوبوي 20 عام، فهمني ولا؟ اون لا ميتريز تري بيان. فوالا هذا هو وبربي في الاخر هاي باش نختموا. ما كنا نحبوا نلعبوا الكوره احنا، مو العباد تحكي لعبنا الكوره ونلعبوا الكوره واحنا فهمتي مع كامل احتراماتنا و78 وجيل طارق وتميم وواحد وكل شيء فهمتي والعقربي وكل شيء، ذاك مشي على روحه سيء. بشكل كوره اخرى هذيك راهو مشيت على روحها راهو كملنا مشيت تو كوره تكتيك، الكوره تسكير، الكوره ترانزيسيون، اللي يشد الكوره به يا حسام قداش تتذكر من جمعيه في العالم تشد الكوره والدوميني وتربح؟ البرسا والسيتي وفي ظروف زاده مش ديما. دونك لا بلوبار دو تون توا احنا وقتاش ربحنا، وقتاش هزينا تدرويت، وقتاش مشينا بعيد سكرنا وهذاك يقابل اكثر الاداء نتاعنا. جينا معلومه. شكرا نادر بن شيده. حسام التذاكر المخصصه لجماهير المنتخب التونسي قدام اوغندا وتنزانيا وفات الكل معناها قبل 10 ماتيكيات. دونك بالنسبه للماتشات تنزانيا وتنزانيا انا اللي في بالي فهم برشا توانسه ماشيين. اي برشا هكا فهمت تسكروا فيه. لا ينجم يكونوا قاصين مغادي. فما اشكاليات على مستوى التاشيره. برشا توانسه يسكنوا في المغرب. اي نحكي لكم على توانسه ماشيين من تونس. تكون استادات معبيه. سي بيان. اشكاليات على مستوى التاشيره. وبالنسبه للابليكاسيون يلا راهو بداوا اليوم يعطيو في برشا فاليداسيون للناس اللي عملت الفان اي دي. ديجا عندي شويه اصدقائي انا كل واحد بعث لي معناها انه خذاو الفان اي دي نتاعهم. الفان اي دي هي اللي تهزك للافي ام اوتوريزاسيون فيزا الكترونيك ماروك باش تعمل السكري تاعك باش تاخذ التاشيره. حسب ما في بالي باش يكونوا فما احتفالات ضخمه في الشوارع، باش يكونوا فما ديزيكرون جيون باش تكون بروفا ممتازه معناها على كاس العالم. معناها من توا باش يكونوا مازالت هي كاس العالم 4 سنين اخرين او بعد 5 سنين اخرين ما باش يبداو يحاولوا في المغرب باش يعملوا حوايج منظمه بالكدا بالكدا. تعرف تو الكلام اللي قاعد يتقال مقارنات بين الكوباراب والتنظيم والدنيا وكيفاش باش تكون الكوب دافريك. صحيح. دوك بالنسبه للمغاربه يحبوا يوريو اللي راهو حتى هما قادرين ينظموا صحيح. بنفس التنظيم اللي صار في الكوباراب. دونك تعرف جاو ورا بعضهم برشا العباد باش تقارن، كنت في الكوباراب وباش نجي الكوب دافريك. دونك يلفون تو فير يا ما حسام لا مجال للمقارنه الماديه. نحكي لك باش تكونوا ما فماش دي في الخمسه كوب دو موندات الاخرانيين، في الخمسه كوب دو موندات الاخرانيين عندك المانيا 5 مليار دينار. دكتور بسرعه هاي السرعه 5 مليار دولار. تبعني بالكدا كوب نتاع التنظيم. عندك بعدها فهمتي في الافريك دو سود 4.2، من بعد في البرازيل 6 براتيكمون، من بعد في روسيا 8. وضربها في 220 مليار دولار ملتيبلي بار 30. يعني ما فماش مقارنه. اعطينا برونستيك ريال سيتي. خلاصة القول إخوتي المغاربة، اللي وقع في الإعلام التونسي ماشي جديد، ولكن هذه المرة بان واضح أن النجاح ديال المنتخب المغربي ما بقاش قابل للتجاهل. كل ما كيحقق المغرب تقدم كتخرج أصوات كتقلب تجروا لتحت، ولكن اللي ما فهموش هو أن المغاربة اليوم واعيين وكيشوفوا كل شيء بعين النقد. التهكم على مشجع مغربي غير لأنها قالت الحقيقة ما كيضربش فيها هي، بالعكس
كيبين مستوى ديال البعض اللي ما قدرش يعترف بالتطور ديال جيرانهم. المغرب اليوم ما محتاج شهادات من حد، النتائج كتهضر والانجازات كتبرز والجمهور ديالنا هو اقوى سند. نعم كنحترموا الشعب التونسي كامل وعارفين ان هذه الاصوات ما كتمثل حتى واحد، غير محللين باغيين يديروا البوز على حساب المغرب، ولكن خاصو ما يعرفوا واحد الحاجه، المغرب ما بقاش ذاك المنتخب اللي كيديروا عليه النكات. المغرب اليوم قوه قاريه وعالميه في طريقها للثبات، وهذا الشيء اللي كيحرق عند البعض، ولكن بالنسبه لنا نحن في المغاربه ماشي مشكل، غادي نبقاو غاديين بدماغنا ونخليو النتائج ترد. راه التاريخ كيكتب دابا، والمغرب كيبني مشروع كبير في كل المجالات، والرياضه واحده من الواجهات اللي باينه للعالم، واللي ما بغاش يعترف غادي يعترف عاجلا ولا اجلا، لان الاستمراريه اقوى من الكلام. المهم حنا كمغاربه نبقاو فخورين متحدين وواعيين باللي كيوقع في الاعلام ديال بعض الدول، وفي النهايه اللي كيخدم بالصمت هو اللي كيوصل. والمغرب الحمد لله اليوم كيدير الخدمه الصحيحه، وخليو اي تهكم يزيد قوه واي انتقاد يحولنا للافضل، وحنا دائما غادي نقولوا كلمه واحده، المغرب فوق والباقي يتفرج. شكرا لكم وموعدنا في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.